مين هو النرجسي؟ الشخص النرجسي مش لازم يبقى مغرور ولا متكبر. ممكن يكون شكله لطيف وبيساعد الناس وبيقول أنا بس عايز مصلحتك، بس الحقيقة هو عايزك تبقي مرآة ليه، تعكسي صورته اللي بيحبها وتنسي صورتك انتي. النرجسي بيقيس كل حاجة بالإعجاب، لو انبهرتي بيه حيقرب، لو بدأت تشوفي عيوبه حيتحول من الحبيب الرومانسي للناقد القاسي، ومن بعديها للشخص البارد اللي كأنك عمرك ما عرفتيه. العلاقة مع النرجسي رحلة استنزاف نفسي. في الأول حتحسي إنك خاصة جدا، حيغرقك بكلام حب، هدايا واهتمام مش طبيعي، بس كله ده مش علشانك، علشان يحطك في جيبه، ومجرد ما يتأكد إنك بقيتي في الجيب يبدأ الانسحاب. يبقى مشغول، بارد، بيشكك في كلامك، ويبدأ يلومك على حاجات هو اللي عملها. تفضلي تحاولي تفهمي، تحاولي تتغيري، تحاولي ترضي، بس عمره ما حيرضى، لأن كل ما تعملي أكتر هو بيحس إنه أهم وإنتي أقل. ألعاب العقل النرجسية، يخليك تحسي بالذنب من غير سبب، يقولك أنت حساسة زيادة أو بتكبري المواضيع، يبعدك عن الناس بحجة كلهم ضدنا، يظهر كضحية دايما حتى لو هو المؤذي، وده اسمه جاس لايتنج، يعني هيشككك في إدراكك، في مشاعرك، في نفسك. علامات إنك في علاقة نرجسية: بتعدي على نفسك حاجات كتير علشان ما تخسريهوش، مش قادرة تكوني نفسك براحة، بتحسي إنك دايما بتعتذري حتى لو مش غلطانة، بقى عندك قلق وتوتر مستمر، حاسة إنك فقدتي ثقتك في نفسك. طيب أخرج إزاي؟ أول خطوة تعرفي إن اللي حصل مش غلطك، وإنك مش مجنونة ولا حساسة زيادة. تاني خطوة تبني حدود واضحة، تسمحيش لحد يدخل دماغك أكتر من اللازم، ولا تبقي مراية لحد وتنسي صورتك. تالت خطوة افهمي إن الحب مش وجع، وإن اللي بيحب بجد مش حيخليكي تشكي في نفسك. الشخص النرجسي مش دايما بيصرخ، ساعات بيمثل وبيضحك وبيحضن، بس جواه هو بيدور على نفسه مش عليكي، وانتي محتاجة تلاقي نفسك قبل ما تضيعي في دور مرايته. حبي نفسك كفاية علشان تمشي لما تلاقي إنك الوحيدة اللي بتحاول.